كلنا مبتلين، ده من علامات حب ربنا، ابتلاء في الدنيا. على فكرة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوم ابتلاهم. ليه؟ عشان ترضي، وبعدين فيعلي الدرجات، لعلها درجة لن تناليها إلا بالصبر على الأمر ده أو بالرضا بالأمر ده. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث رواية الترمذي وابن ماجه. الله عز وجل يا جماعة بيبتلينا عشان يمتحننا. قلت لكم احنا في الدنيا دي مختبرين، فلما يجي يبتليك بالغنى والفقر، الصحة أو المرض، الفراغ أو الشغل، المال، هو كل ده عشان ايه؟ عشان تشوف. فمن رضي وصبر الله سبحانه وتعالى يمحص ذنبه خلاص، ومن لم يرضى خلاص خسر عظيم الثواب ولن يستعيد ابدا ابدا اللي فقده. ما هو انت يقول لك ايه يعني؟ جالك الامر فخليه جوده، صبرنا نلنا وامر الله نافذ، ما صبرنا ما نلنا وامر الله نافذ. الله عز وجل بيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ايه؟ لنبلونك حتى نعلم ايه؟ المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يبقى ما ينفعش اقول للمبتلي: يا عيني عليها دي مسكينه قوي، دي غلبانه خالص، ده ما تستاهلش والله اللي جرى لها ده. غلط. الله عدل، والله عدل، وبما انه عدل وحكيم ويعطي البليه او يعطي الامر وسع الشخص، تقول لك مش قادره، ما صدقكيش والله. الله قال: لا يكلف الله نفسا الا ادام في امر حصل يبقى انت وسعه. وما نقولش للناس كده ونثبطوا تلاقي عيطت، لا الست صابره وساكته، تيجي انت بكلامك تخليها عيط. لا، الله سبحانه وتعالى احب العبد ده المبتلى ده وعايز يرفعه درجه عاليه في الجنه، فلو صبر على البلاء وما سخطش خلاص يبقى خلاص له الخير، يصبر بس ويرضى. حديث ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يكون له عند الله منزله فما يبلغها. في منزله ربنا عايز يديها، لا هتبلغيها لا بصلاه ولا بصوم ولا بقيام، ولكن ايه؟ بالصبر على الابتلاء. فما زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياه. يقول لك اهل البلاء يوم القيامه يتمنوا يا رب ما كانش في معافاه في الدنيا. فالمرء يبتلى على قدر ايه؟ على قدر دينه وايمانه. حديث سعد بن ابي وقاص قال: قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء ثم الامثل فالامثل. فيبتلى الرجل على حسب دين، فان كان في دينه صلبا او صلابه او اشد بلاء خلاص كان هو اكثر بلاء، وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب ايه؟ على حسب دين. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه. حديث صحيح. عشان كده سيدنا لقمان كان بيقول لابنه ايه؟ يا بني ان الذهب والفضه يختبران بالنار عشان تصفي، يفضل معلين على الذهب عشان ايه؟ علشان يطلع ذهب والشوائب تطلع فوق. وكذلك المؤمن يختبر بالبلاء والابتلاء.